على قلبي سلابات. بس البنية مسؤولية بهالوقت. ينبي اتزوجها لان راح اصير بذمة اتزوجها ابني. بس احكي لي هذه الكلاب السائبة شلون اخلص من عندها؟ يابا ترى احنا ولدك صباع. بالاكل هاك دباع على اخوك فهد ما شاء الله ياكل بدية ثنين. تقول ابو دي جي سمين كان جريدي عايش ببيت نسوان. ايش معنى بيت نسوان يابا؟ ما ينقتل يخاف من عند النسوان ويظل بس ياكل. احتمال حتى ياكل وياهن بالورث. اكل نوم سبلت قاعدين بفندق. عاق عاق عاق. والله فلات والله اللي مد ايدي على البيض ادتشكي بعد لو تنقلب الدنيا ما ارجع رشيد. يا اهلا وسهلا ببنتي رجاء، نورتي البيت انت واطفالك. ارتحت؟ شعب الجيم اليوم كلها راح تتعشى يمنا. شنو مديدة عليك؟ ضربني وطردني. يا قاعد شقي وبالعيني، اختي تطلع من بيتها وهاي الشعفورة صار لها ساعة مدى تطلع من اظفري. تطلق جيبه. انعل ابوك لابو حتى هذا الاقتراح. لا تقبل بنتك تنضرب راشدي؟ لا تقبل اني انضرب جلطة. شي سكتة لهذا العدد، شي وكلة لهذا الجعويط. شلون راح ننام يم هذا الكردوس؟ بس حط راس الظهر على المخدة كلهم راح يصيحون عاعيعو عاعيعو. جدو طيب هلا بجدو، كريم وبالكرم معروف. الحمد لله كاملات الفلوس. جدو ما دام الدنيا حارة تصمت صمت، اصعدوا لي فوق انت واخوتك، صفطوا لي الطابوقات على صفحة والكاشيات على صفحة. جدو احنا نشتغل عندك. جدو هاي اقول لك شي بس مستحيل. قول جدو. والله مستحيل. لا قول جدو. هاي شواربك لو سرى ما نغل. انعل ابوك لابو امك المتنمرة. ليش خطية حفيدك دطيه ألف؟ انت لا خطية الطية خيارة 18. قولي شو سبب يخليها يضربك؟ اني ورشيد متفاهمين بس كله من ورا امه، تقول تاسع البيت جهال. واني اضم صوتي لصوت اختي ام رشيد. فعلا انت مخلفه سرب بنتي، انت تولدين لو تبيضين. خلاص انتهى الموضوع، هذا البيت بيتك. تطلقين جيبه. تعرف جهالة جدي راد لهم حليب 4 رضع عدها. يراد نجيب لهم هايشة بالباب. هاي اذا ما انهزمت الهايشة 3 جهال عدها يزحفون طالعين على خالهم. يابا ترى اني ورشيد متفاهمين، المشكلة امه بس تتدخل تعلق. خلاص لعد ما تطلقين. هله عفية بابني الكبير. جيبين رشيد والجهال وتعيشون ويانا هنا بالبيت. انعل ابوك لابو حتى هذا الاقتراح. انت الجريدي ما تحكي. ابويا صح انت غلط. عفية بابو الجرذ. تطلق جيبه. بنتي ليش ما تاخذين جهالك وتروحين الهشام الذهبي؟ احن من رشيد عليكم. وانت متحن؟ والله لو هشام يقبل هيك اعمار كان وديتكم، بس انتو عارات لاطشين على قلبي سلابات. السلام عليكم. هلا برشيد، هلا بابو النسب. هذا الرجال ما قدر على فراق زوجته واولاده، راح ياخذهم ويرجع للبيت. لا نسيت دولة يمي، روحوا لامكم. اخ انطوخ يا 18.